ايه هي اهم 3 حاجات لازم تعملها لو انت عندك جهاز قديم وحرفيا عايز ترجعه للحياة؟ تخيل معايا كده لو انت جهازك القديم اللي انت كنت حرفيا بتكسره عشان يشتغل بيفتح بقى الويندوز بتاعه في نص ساعة. تخيل بقى معايا ان انت تقدر تخلي الويندوز بتاعه ده حرفيا يفتح في اقل من 6 ثواني ويشغل لك كل البرامج اللي انت محتاجها من غير تقطيع ومن غير اي تهنيج. فاسمع معايا الكلمتين دول عشان تقدر ان انت تعمل ابديت للجهاز بتاعك. بس قبل اي حاجة، لو انت جاي تسمع الفيديو ده ومستنيني اقول لك على كود معين عشان بقى ينشط لك الجهاز بتاعك من تاني او يسرعه لك او ان هو يعمل لك بقى اللي ما يتعملش، فحابب اقول لك بمنتهى البساطه ان ما فيش حاجه اسمها كده. ما فيش حاجه اسمها جهاز قديم او جهاز بيهنج هتحط له كود معين او هتعمل له حاجه معينه هيقوم بقى مظبط لك الدنيا على طول. الكلام ده مش موجود. هي بتبقى شويه حاجات بسيطه انت محتاج تغيرها ومحتاج ان انت تحدثها. فاسمع معايا الفيديو ده للاخر. اول حاجه واهم حاجه وفعلا اكتر حاجه هتفرق معاك وهتقدر ان انت تشوف تغيير ملحوظ فيها هي الهارد بتاعك. معظم الاجهزه القديمه اللي بتبقى نازله غالبا بتبقى نازله بوحده تخزين او هارد اتش دي دي، ودي حرفيا هاردات كانت بطيئه جدا، وده يرجع لطريقه شغلها. اصلا طريقه شغلها بقى ازاي؟ ان الهارد ده لما بيكون عايز يجيب حاجه معينه بيروح مثلا يدور على فايل معين، فهو بيبقى عباره عن ابره وديسك. ففي الهارد ده الابره دي بتلف على الاسطوانه او الديسك ده عشان تجيب اي فايل او اي معلومه انت محتاجها. فكل بقى ما انت تكون عايز تجيب فايل معين او عايز تجيب حاجه معينه، الابره دي بتفضل انها تلف على الاسطوانه لفه كامله عشان تقدر انها تجيب لك الفايل او المعلومه دي. وطبعا ده بياخد وقت كتير، وكل بقى ما انت بتشتغل وبتدي للجهاز بتاعك اوامر اكتر كل ما الحاجه دي هتبقى جايه لك في وقت ابطا. فانت عندك بقى عشان تحل المشكله دي تغير الهارد الاتش دي دي لهارد اس اس دي. ده حرفيا بيحل لك المشكله دي وبيلغيها لك خالص، لان طريقه شغله ان هو انت لما تكون عايز تجيب فايل معين او عايز تجيب معلومه معينه هو حرفيا بيكون مخزنها بطريقه معينه بحيث ان هو ما يحتاجها يروح يجيبها على طول. ما تبقاش بقى مثلا ابره او حاجه انها تفضل تلف على الاسطوانه وتروح تدور والكلام ده كله. لا، هو بيبقى عارف هو مخزن الحاجه بتاعته فين بيروح يجيبها لك على طول. وده بيبقى احسن، بيوفر لك وقت، خصوصا لو انت يعني منزل ويندوز حديثه زي ويندوز 11. فده بيبقى اسرع واحسن للجهاز بتاعك. تاني حاجه محتاج ان انت تغيرها وهي منطقيا الرامات. وده ليه؟ برضو لان الرامات بطريقه شغلها دايما بتبقى مربوطه بالهارد، لان طول ما انت مشغل الجهاز بتاعك بيخزن الداتا المؤقته على الرامات دي. فمش منطقي خالص انت تكون مركب هارد اس اس دي ومن ناحيه تانية عامل مثلا رامات 4 جيجا او 8 جيجا زي الاجهزه اللي ايام زمان كانت بتنزل بيها. فهتلاقي اصلا في حاجه غلط. انت اصلا مش هتلاحظ التغير اللي انت كنت مستنيه اما بقى انت عملت ابديت من هارد اتش دي دي لهارد اس اس دي. فانت مش هتلاحظ اي فرق حرفيا. لازم ان انت تعلم الرامات بتاعتك عشان تقدر ان انت تلاحظ فعلا الفرق اللي انت كنت مستنيه. وخلي بالك قبل ما تعلي الرامات بتاعتك اكشف على الجهاز بتاعك او اللاب بتاعك، شوف مدخل الرامات بتاعته، شوف انت عندك مدخل واحد ولا مدخلين. لان في لابات بتبقى نازله بمدخل واحد، وفي مثلا اجهزه بتبقى نازله بمدخل واحد، وفي اجهزه بتبقى نازله بمدخلين. فانت شوف الموضوع ده قبل ما تبتدي ان انت تغير عشان تقدر ان انت تشوف بقى هتغير لايه او هتعمل ايه بالظبط. اخر حاجه وهي حاجه مهمه برضو، ان انت تختار نظام التشغيل المناسب مع الجهاز بتاعك. يعني ما يكونش انت معاك بقى جهاز حرفيا قديم وخلاص بقى يعني شغال بالعافيه، وانت تروح بقى لا ده الويندوز 11 دي لسه نازله جديده او يعني مش عارف فيها البار بتاعها في النص، والموضوع ده عامل لك يعني خلاص واخدك في حته تانية حرفيا، وانت لازم ان انت تروح تنزل الويندوز ده. طيب ليه؟ ما انت عارف امكانيات الجهاز بتاعتك. فاما تروح تنزل له ويندوز تقيله زي دي، وحرفيا الويندوز دي تقيله جدا، في اجهزه تقيله ما بتقدرش انها تشتغل عليها. فانت اما تروح تنزل له الويندوز دي انت فاكر هيديك اداء عامل ازاي؟ طبعا هيبقى مقطع وهتبقى في يعني لاج بطريقه غريبه، لان انت كل ما حطيت ويندوز مناسبه للجهاز بتاعك كل ما الجهاز بتاعك بقى اريح وما لاحظتش فيه اي تقطيع او اي تهنيج. فانت شوف امكانيات الجهاز بتاعك حتى بعد ما تعمل له ابديت، شوف ايه نظام التشغيل اللي هيبقى مناسب ليه ونزله بس. وده كان كل حاجه في فيديو النهارده، ولو استفدت مني حاجه ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب.